رئيس جمهورية نعم، ولكن تصريحاته غير مسؤولة، ستكلفنا غاليا، سندفع الثمن غالي جدا. عندما يقول أن طرابلس خط أحمر، هذا تصريح غير مسؤول، هذا تصريح خطير سيكلف الجزائر غاليا. كي تقول طرابلس خط أحمر ويسألك عبد القادر عياض ويقول لك هل يصل الأمر إلى استعمال القوة تدخل الجيش؟ يقول له نعم. أو راح يدخل حفتر خلال أيام، خلال أسابيع قليلة سيدخل إلى طرابلس. هل سترسل الجيش الجزائري للدفاع عن طرابلس؟ طبعا لا تستطيع، لا تستطيع. أولا واحد ما يسمح لك أنك تخرج الجيش ويروح يدافع على طرابلس 1000 كيلومتر، وش ادانا احنا لطرابلس؟ ثانيا حتى وإن وافق لك البرلمان ووافق لك الشعب وقال لك أوكي أصدم صدام، قبل ما توصل لطرابلس يكون حلف الناتو كملك، لأن حفتر سيدخل طرابلس فاتحا بمباركة فرنسا وأمريكا. فرنسا وأمريكا وتركيا وروسيا والإمارات ومصر كلهم مدعمين حفتر وقال له روح كر فأنت حر. إذا الآن هل نلتزم كدولة جزائرية بتصريح الرئيس تبون أنه طرابلس خط أحمر، أم نقولوا لا سمحوا لنا كنا غالطين، السيد قال هاي بقصرة. شتو علاش نقولوا يا سي تبون للأسف الشديد تصريحاتك تجيب لنا البلاء؟ لا ما لازمش، خلي كمل اياماتك وكمل الاشهر نتاعك، اش تسابعك، تورطوناش. لانه توتر الوضع في ليبيا خاصة على حدودنا سيؤثر على الجزائر، نصبح ما بين فكي كماشة. عدنا الان المغرب منا اللي رانا قاعدين نعوموا نعسوا حوايجنا، نولوا ثاني من ليبيا. الان نولوا عندنا زوج مشاكل، عندنا من ليبيا وما نهضروش على تحت مالي والنيجر راهي واخده. على الاقل خلونا شويه يكون ظهرنا من جهه ليبيا وتونس سخون، لانه اذا كان بقينا في هذه الفكره هذه تاع طرابلس خط احمر تشكي وعدي داخلين في حيط، لاننا لا نستطيع فعل شيء. هذه الهضره الزايده تعنتير هذا الزايد في غير محله. هاي يا سيدي راك تقول طرابلس خط احمر، هل تستطيع حمايه طرابلس؟ روح حمي طرابلس، او جاي حفتر روح ابعث اللواء مش عارف المدرعات يروح يحمي لك طرابلس. يا ربي احنا حاصلين في حمايه حدودنا الجزائريه، وعقيده الجيش الجزائري هي عدم التدخل في الشان الداخلي لاي دوله، حمايه حدودنا، ليوصل لحدودنا يتقطع. لكن خارج حدودنا نحاول لعب دورنا في تهدئه الامور سياسيا استخباراتيا واعلاميا. لكن ما قدرناش يا خويا الله يسهل، يعطيك خاطي راسي. طبق نظريه شعلة النار يعطيك خاطي راسي اختينا. توصل لحدودنا لا متر نحركوا كما يقول لك الناس الفرفره. لكن الوضع الان وضع خطير، ووضعنا كجزائر وضع لا نحسد عليه. يا ربي الامارات على الاقل اسمها امارات، مكونه من امارات لمت ولد امارات. السعوديه راها دوله مبنيه على قبيله ال سعود اسمها السعوديه، يعني دوله اللي مبنيه على قبيله جات ناس ملاح عندك تا، ودوله اللي عندها امارات اجتمعوا بغض النظر ما يهمنيش انا في زوج ما عملش قسمهم. انا لا يهمني لا قسم السعوديه لا قسم الامارات، يهمني بلادي الجزائر. لكن نهضر على الزوال تاعنا، نهضر على الوكاليف الحمير تاعنا اللي حبوا يبينوا لنا بلي علاقتنا مع السعوديه مليحه ونستقبلوا السفير السعودي ناس ملاح، لكن سفير الامارات نطردوه، نطرد سفير الامارات. يا زايله يا حمار، سفير الامارات راهو صديق سفير السعوديه، وراه يجمع معاه في مجلس التعاون الخليجي، وعندهم دفاع مشترك وعندهم اقتصاد مشترك وعندهم جوار وعندهم راهم احباب، حتى ويختلفوا اليوم غدوه يتراضاو. الدوسوا العام اللي فاتوا تراضاو، الدوسوا مع قطر. نسيتوا الحرب اللي صارت ما بين السعوديه وقطر، ومن بعد رجعوا يبوسوا في بعضهم خاوه. علاش تبقوا العيب؟ اوكي السعوديه دوله شقيقه وماذا بينا ننميو العلاقه اللي بيننا وبينهم، استثمار وكذا وكذا وكذا، وقطر نفس الشيء، والكويت نفس الشيء، والامارات نفس الشيء، والبحرين نفس الشيء، ما عنديش مشكل معاهم. انا اطرح السؤال للمره الألف، ما هي مشكلتنا مع الامارات؟ واحد يقول لي بالزدير هاي يخلطونا في كيما يسموه، واحد قال لك يخلطونا في الجنوب، في الاخر يخلطونا في ليبيا. عادي، استعرب بهم قافزين، دوله قويه بسياستها واقتصادها ومخابراتها وتخلط لك. كون راجل انت يا رويجل وروح خلط لهم سلطنه عمان، خلط لهم في يسموهم في قطر، روح خلط لهم في جزر موسى تاع ايران، روح ازعجهم كيما يزعجوا فيك بذكاء. ما تكونش حمار حاكمك وتبكي كي المدام وتقول حقتنا الامارات، حقتنا دويله الامارات. انا هذه اللي غايضتني. انا متخوف من انفلات الوضع في موريتانيا
بفعل فاعل أطراف خارجية ستحاول تأجيج نار الفتنة وتحريك النعرات الجهوية والقبلية في موريتانيا ويخلقوك مشكل، لأنه هذا تحليلي، هذا تحليلي. وأي انفلات في موريتانيا لا يخدم أمن واستقرار بلادنا ويزيد الطين بلة، يزيد الطين بلة، ونولوا معنا مثالي لا من جهة موريتانيا لا من جهة مالي لا من جهة النيجر لا من جهة ليبيا لا من حتى جهة. أقول هذا الكلام لأنه لدي معلومات من كما يقول لك الناس أنه في أطراف مغربية تحاول، مخابرات مغربية تحاول استغلال هذا الحكم لخلق فتنة داخل موريتانيا والضغط على الرئيس الموريتاني الحالي أنه يا إما تمشي معنا في الطرح كذا وكذا وكذا، يا إما نخلقوا لك فتنة ونوقفوا مع قبيلة الرئيس الأسبق ولد عبد العزيز ونديروا لك مشاكل. هذا ما بلغني مساء اليوم. وروحوا شوفوا الصحافة المغربية كيف تتناول، شوفوا الصحافة المغربية كيف تتناول خبر الحكم على الرئيس الموريتاني، تفهموا المغزى وتفهموا ماذا يريد الإعلام المغربي الموالي للسلطة أو للمخزن المغربي من حاولوا اختطافي أو اغتيالي من طرف ولد بلادي، من طرف جماعة الجنرال يوسف بوزيد للأسف الشديد. وموش وحدي، كنت أنا ولطفي نزار حبوا يختطفونا أو يغتالونا، موثقة رسميا نوار سير بلون، لكن ما تكلمتش عليها لأنني حرصنا على أمن بلادي وحرصنا على زيتنا في دقيقنا واللحم كي ينتن يردوا هما ليه، ما تكلمت عليها لا أنا لا لطفي. لكن الآن ما دام شاعت الأمور نقول نعم، لكن هذا لا يمثل قررت أنا ما نقولش دبون هو اللي قال لهم لا، وكاين ناس اللي ممكن هددت مصالحهم، ممكن فضحتهم، ممكن حبوا يتخلصوا، ما يتخلصوا منه، خاصة أنه نزار كان هارب الله يرحمه، أي نتخلصوا من بنون، نتخلصوا من زديرة لأنهم يخرجوا في المعلومات. يعني أنا ازعجتهم في 2019 و20، ازعجتهم بزاف كنا خرجنا في أسرار درت فيهم اللي ما يدارش. إذا كان عندهم بالنسبة لهم مبرر أنهم يتخلصوا مني، لكن أغبياء تخلصوا مني بهذيك الطريقة، تجوا باش تختطفوني وتقتلوني. جريمة يجوا لفرنسا باش ينفذوا عمليات، وأول الناس اللي كانوا في القائمة بن زدير وعبد الصمار، بن زدير وعبد الصمار يجب التخلص منهم، اختطافهم واغتيالهم وديروا لهم أي حاجة بأوامر من فريد بن الشيخ وكسكاس. هذه حقيقة للأسف الشديد. التليفون تاعي أنا كي سرق اللي جا داه كسكاس شخصيا، كسكاس هو اللي استلم التليفون من عند اللي سكرو بأمر من فريد بن الشيخ شخصيا. والنهار اللي كان كسكاس يستلم في التليفون هنايا، ختال كان في مكتب فريد بن الشيخ وقالوا فريد بن الشيخ ما تخرجش من المكتب حتى يستلم كسكاس التليفون، لانه في اسمه ختال هو اللي راح ليه قال له التليفون راهو عند فلان باش يعطيه الكسكاس، قال له ما تخرجش من المكتب تريحنا في البيرو، خاف يكون قال له راك هنا في البيرو تشرب قهوه راك مريح في البيرو، عنده مع حكيم بلوار بحضور حكيم بلوار وفريد بن الشيخ. ختال كان عنده في المكتب كي كلموا كسكاس قال له سي بون راني استلمت التليفون راهو عندي، هيا قال له تقدر تروح.